السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ولادك نفسهم في حاجة اوعي تحرميهم منها، وبما اننا ثابتين على موقفنا ومستمرين على مبدأنا فتعالي نعمل لهم الدوريتوس من انتاج مطبخنا. هنعمله بثلاث مكونات بس، وهقولك ايه سر القرمشة وسر التتبيلة بتاعته وازاي نعمله بأكتر من نكهة كمان، وطبعا هتكوني ضامنة نظافته وعاملاه بإيديكي، وهقولك ازاي تحوليه لحاجة مغذية ومشبعة كمان. بس قبل ما نبدأ تعالي نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنستعمل دقيق أبيض عادي المتعدد الاستعمال، وممكن تشيليه وتستعملي بداله دقيق شوفان، أو لو عندك شوفان تطحنيه كويس قوي وتخليه زي الباودر ونستعمله بدل الدقيق الأبيض. طيب مقادير الدوريتوس هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن 4 معالق دقيق ذرة، 4 معالق دقيق عادي، 4 معالق نشا. عايزة تضاعفي الكمية زي ما انت عاوزة براحتك على حسب الكمية اللي انت عاوزة تعمليها. برضو الدقيق الذرة هنا في معلومة مهمة، ان احنا لازم ننخله عشان هو بيطلع حاجات بواقي خشنة كده فلازم تتشال. بعد كده بقى لازم نحط التوابل، مجموعة التوابل دي اللي بتدينا الطعم. بتحطي زعتر، بابريكا، كركم، كمون، بصل باودر، وملح. عايزة تعمليه بطعم الكاتشب ممكن تحطي معلقة كاتشب دلوقتي، عايزة تعمليه بطعم الشطة تقدري تحطي معلقة شطة وتزوديها شوية. بعد كده بتقلبي المكونات كلها مع بعضها. طبعا التوابل دي معلقة صغيرة من كل نوع، بعدها بتضيفي معلقتين زيت بس وتقلبي. هنا بقى البيضة دي اختيارية، لو انت عايزاها حاجة مغذية ومشبعة لولادك ممكن تضيفوا البيضة، ممكن تستغني عنها. في المرحلة دي بتحسي ان العجين مفرول ومش متماسك خالص. هنعجنه بقى ونربط المكونات دي كلها مع بعض بمية، برضو ب4 معالق مية. وطول ما احنا بنعجن كده ما نزودش الميه غير معلقه بمعلقه، لان احنا عايزين عجينه تكون متماسكه وتكون ناشفه في ايدي. يعني شايفه زي ما انا انت شايفه بزود معلقه واحده في معلقه واحده لحد ما نوصل للعجينه اللي انت شايفاها كده وبالقوام ده. يعني احط صباعي فيها الاقيه بيبصم كده والعجينه ما بترجعش تاني. في الحاله دي بقى يبقى انا كده تمام. بغطي العجينة بقى واسيبها ترتاح 10 دقايق بس عشان تفرد معايا بسهولة. بعدها باخدها وبقسمها الى قطعتين عشان يبقى سهل في الفرد معايا. اهم خطوة بقى في فرد الدوريتوس ان انتي لازم تفرديه على الدقيق كتير قوي، يعني غرقيه بدقيق من فوق ومن تحت. كل ما تحطي دقيق اكتر كل ما يفرد معاكي اسهل واسرع، ويبقى السمك بتاعه رفيع. احنا عايزين السمك بتاعه بيبقى حوالي نص ملي، لان كل ما يكون ارفع كل ما يديكي قرمشه احسن ويبقى ناشف معاكي ويبقى زي الجاهز بالظبط. كل ما تفردي بقى شويه رشي دقيق، كل لما تقلبيه برضو ترشي دقيق، واعمليها بقى على شكل مربع. ما عرفتيش مفيش مشكله، اي شكل كده كده احنا هنقطعها بعدين بالسكينه. رشي بس دقيق اهم حاجه، وافردي افردي اكتر واكتر ما تزهقيش. شايفه انا معايا دي نص عجينه بس، نص الكميه اللي احنا عاملينها. بعدها بقى بتمسكي السكينة ونبدأ نعملها على نبدأ نشيل كل الزوايد اللي في العجين عشان بس نخليها شكلها مربع وتبقى سهلة معايا في التشكيل. وابدأ بعد كده اعملها مربعات زي ما تكوني بتقطعي كيك، وكل مربع نقسمه لمثلثين. وممكن في الاول خالص تعملي مثلثات متعاكسه، الاسهل ليكي في التقطيع اعمليها. المهم ان هو يديكي نفس الشكل المثلث اللي زي الجاهز. لو وصلتي بقى معايا لحد الخطوه دي ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وتعالي نكمل الدوريتوس بتاعنا. زي ما انت شايفة معايا كل مربع هيدينا مثلثين، والمثلث لازم يكون رفيع قوي، وما تقلقيش من الدقيق اللي عليه ما تنفضيهوش ولا حاجة. دي بس اللي في الطبق ده نص العجينة، لسه بقى هنقطع النص التاني ونرجع مع بعض. ودلوقتي بعد ما خلصنا كل الكمية تعالي بقى نروح على النار. عندك طريقتين في التسوية، اما انك تعمليه تحمريه في زيت غزير ويكون سخن، لان هما بيتحمر في اقل من دقيقة، وما تمليش الطاسة قوي عشان برضو ما يلزقش في بعضه وتطلع الواحدة بوحدتها ما يبقاش طري. يا دوب بيتقلبي بسرعة بسرعة وتطلعيه على طول. وممكن ان انتي تحطيها في اير فراير بعد ما ترشيه بزيت من الوجهين، وبرده ما بياخدش وقت كتير.
شايفة طالع معايا مقرمش ازاي؟ شايفة الصوت تحفة جميل، ولونه بقى خطير برضو بالظبط، ما اخدش نص دقيقة على البوتاجاز. وده اللي انا قلتلك عليه، انك ممكن تعمليه في الاير فراير لو انت مش عايزة زيت، بس هو في الحقيقة ما بيشربش اي زيوت، يعني لو طلعتيه على مناديل على ورق هتلاقيها ناشفه ومفيش فيها اي حاجه. وبرده في النهايه سواء من الاير فراير او من الزيت هوريكي الاتنين مع بعض، مش هتحسي باي فرق خالص. انا حطيتهم الاتنين على بعض ما حسيتش ان في فرق لا في الطعم ولا في اللون كمان. ودلوقتي على طول اول ما بيطلع وهو لسه سخن بنحط نفس كمية التوابل اللي احنا حطيناها في العجين من الاول، اللي هو الزعتر، بابريكا، كركم، كمون، ملح. بس بلاش البصل البودر عشان ما يدلوش طعم وحش. ممكن تحطي شطة، تزودي الشطة وده برضو بيديله طعم حلو قوي. بتحطيها بترشيها عليه كده وتقلبيه كويس قوي، بس زي ما قلتلك لازم يكون سخن عشان التوابل دي تمسك فيه ويديكي نفس طعم الجاهز بالظبط. لو عجبك بقى الدوريتوس وعجبك الفيديو ما تنسيش بقى تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وألف هنا على قلبكم.